السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة تمرض. أقلق يوثن الفترة فترة المرض، ولكن ومع ذلك مهما كان إثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمرض، ولكنها لن تموت. أكن توض الصوت أتغلي أتهلك، ولكن دياسيون واسأن درغة ترد المجدين. وباش كيثما أنوانس إيماننا بهذه الفترات، قد نذكر إثما بعض الخصائص عندما يفضل رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم سائر الأمم، لأنه العدوية الحسدية إذا كان اشتغني جنيث ما نور بالعالمين يفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأمم مرة. ودن بين إثما بعض الخصائص عندما يفضل رب العالمين الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إثما اقرض أعطيت 6 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، من بينها وجعلت أمتي خير الأمم. جعل رب العالمين الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضل رب العالمين الأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأمم مرة. من بين الخصائص نذكر الحديث بالتاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الأمم يتما يقسمثنا رب العالمين على 3. ثلاث الأمة عندما رب العالمين يستئذن رأس الجهاد، يعني سفكار رب العالمين الإذن وكنة جهاد. ثلاث الأمة عندما يفكيس رب العالمين الإذن وكنة جهاد، ولكن أنا تكسب، أنا تربح في الغنائم، في الذهب، في الرمال، أنا تتسوكن في عذاب، ويوس اسمي حالة وكنة الصرف لم يحل لهم، وإنما نونع غرس إلى قين تجمع مرة في الكنزنية السرسن وتجمع يوم كان. وعلامة قبولهم بذلك أنها تنزل صاعقة من السماء الصرغين إلا مرة ذنة. بس كذا علم أنه رب العالمين أثني رضا في اللسن، أثني قبل في اللسن إلى قتست صاعقة الصاعقة صرغك المرة غيني لندنا، ولكن الله حرام في اللسن الصرف أي نغيد كسبنا روعدا. ولكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الغنائم. وقال الله عز وجل قبل ذلك: وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يعني ما يلا يكسب ديول ديني لاند ذهب ديذري من أيا كان يكسب يدفع قعده وينساق الحقي يعني التصرف. فيغض الحاجة تمزوات عندما يفضل الزيصر في العالمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه يحرمت الأمم يعطن الغنائم، ولكن يحل رب العالمين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يجمع الحديث بدد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليتيمم وليصلي. مقارنة يسمع يثير نظم صار ويشي يسمع تصلي تصلي لقتلك أماكن مخصوصة قبيع والصوامع إلى قضي الظل الكنيسة يسكن، إلى قضي الظل تقبتين يسكن دوين إذا ممكن دي غزدح لرب العالمين هذا الظل خارج وكاشتني غير مسموح في الله هذا الظل. ولكن لكني إند النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة وشو يفضل رب العالمين، يعني فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الأمة مرة يجعل رب العالمين القاعية إلا نكوش سعيد سكا ذا المسجد يعني زد بزيادة الطهور، يعني اتفك الحال الصحراء، اتفك الحال قذراب، اتفك الحال نضيف غيط، أرثو في طرق أمانة السلطات تشرت تعلق
سمحك شرحت صيامت وغتصل كان عندك في الحل ما ينغوث في طريق الجماعة. وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، القاعية ربي مرة كنت تولم اجعلت الطهوري مسلم. ثالثا يتما أن الله عز وجل رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رفع عنها الفضيحة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه وكفارة ذلك الذنب. الأمم خيعتنا يثمان الذين قبلنا ويكنوا قبلنا ما يخدم المعصية الذنب يغلط يعصى رب العالمين أذكر رزقه ينادي توفضح والذنب ينس أين يخدم كنت في توكتب ثبوت ينس وخامس وذي في توكتب كذلك الكفارة الذنب النعم يا غادي الظلم يا غادي السج يا غادي خلص. ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يثمى مستور عن ذلك أنه أحدنا ما إلا اقترف ذنب معصية أولا أقلك في ستر الله عز وجل، وينقلك في ستر الله عز وجل خلافا يويت مثل نوغ العبد كنت قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ذا المحل يتمغ ذكر انه يونش لنكو غلط غلط ويث المحل، ولكن الذنب اللي أراد يخدمك بنادم ويغفن ستر رب العالمين ذاتني سترين بعد تستشير أيها العبد الضعيف أتفتح الفلاني غثاني يخدم رب العالمين يستريد الشيط وحدك تفتح لدين النبي عليه الصلاة والسلام من سطر مسلما سطره الله يوم القيامة. أنت لغن كني غيثمك الأخلاقية للأسف الشديد. فالشاهد مثل إذا غديني أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يكفي أنه العبد أذي تغور رب العالمين أذي استغفر رب العالمين أتعفو رب العالمين الذنب النعم بلا ما يفضحث العباد بلا ما يفضحث الغشي. وثي كذلك مما فضل الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الخصائص دقيق فضل رب العالمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الأمم يعتن مرة أن الله عز وجل رفع عنا الحرج ولم يشدد علينا كما شدد على الذين من قبلنا. رب العالمين يتمعك لغدنا قواليس ما جعل عليكم في الدين من حرج. أمة محمد عليه الصلاة والسلام يرفع رب العالمين في الناس الحرج وريد زيارة وريد اشتدار في الناس لكن يشدد في الأمم يعتان وثيغ يثمع من رحمة الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبكت نبينا يثمع الرحمية أتنفكك عن بعض الأمثلة. المثال الأول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن الأمم الذين قبلنا إذا أصاب أحدهم في لباسه أصابه بولا كان عليه أن يقربه بالمقرار وذلك طهوره. يعني الأمم يعدل قبل أكرمكم الله ما يلغي اللي وانتشفت ومن انتسى ذا شو الطهورين ذا شو رتجن هذه السجدة يمن انتسى إلى قد يدم اللبسينس وثقراتين ذقراتين يعني ويزي سيثما لحارج ذنقرا. ولكن مقارنة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام ما يلان تشين كد ومن انتسى ما عليك غير تسير تمكنني غنشرة تمكنني وذيني غكشني وذا الطهور. وهي أولا. ثانيا أين غير تبيين أن رحمة رب العالمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام الأمم يقعدان يجعل اسم رب العالمين الإمساك عن الصيام إمساك عن الطعام والشراب والكلام. الأمم يعدان ما رذكر نظم إلى قدش رضي الطف
وريتس وريهضر حتى ظهر وردي ولا ظهر. ولا شك أنه غيتما ثينغزيس المشقة فمقرض، لأنه غالبية الناس تسمع عمل نستهضر باش كذي مع عمل كوميرسون واحد ذكريان ينس إلا قص لهضور، غالبية الحوايج إلا قص لهضور، ولكن يحرمسنا رب العالمين لكن شتيه وغيح الله نكني رب العالمين يعني الكلام. ومع ذلك حتى أنه يكني غيتما إحلاق رب العالمين مسلاي الكلام في شهر رمضان، ومع ذلك قد نفخي الله ويتمثل للأسف الشديد ورتصطفنا رغي ميسن فوين نديريا في تصفت أنا قرد السب أنا قرد دي مسلين نديريا أنا قرد دينو يدي وراء. ومع ذلك نغتي من رحمة الله عز وجل. قصية بدأت من رحمة الله عز وجل علينا النوم الأمم قعدان، بل حتى أمة محمد عليه الصلاة والسلام يعني في بداية اكتزوا عندي دي فرض رب العالمين شهر رمضان اتفقد يعني الحكمية، وهو أنه إلا يفرض صدر رب العالمين شهر رمضان قل عشاء أميض المغرب نكنيث ولا غيثما الصيام جاي وقيق بدو قل فجر أميض المغرب، يعني قل المغرب أميضين دل الفجر ولكن ساعات الوقت فسحة. ولكن الأمم قعدة إلا غيفرض صدر رب العالمين الصيام قل عيشة أميضين دل المغرب، يعني دي شو صديقي من الوقت المغرب كان واحد العيشة. والحكمية الحقت حتى في النبي عليه الصلاة والسلام عند دقار بن عباس رضي الله عنهما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدنا العشاء حرم عليه الأكل حتى القابلة. إلا المرزول العشاء خلاص ذونا إذا الإمساك ذونا غرض الطف ورفطر حشا مذين المغرب، يعني سعان الوقت ضيق جدا المغرب من العشاء. ولكن ده شو السبة دي جعل وكان شتا أنه أحد الصحابة رضوان الله عليهم يولد قل خدمة ينس ده خدام يولد قل خدمة الحقيقة المغرب قخام في شهر رمضان وفي صيام التطوع إلا صائم الزوم باش كذا يفطر يروح يسر سقرويس إلا غاية يسر سقرويسيا وردي فقرة مثلا الدن في لاس العيشة. مادام الدن في لاس العيشة معناتها ورفترار غادي الزوم مثلا ذا سكويا نسمي قلال الخدمة ينس وطورما ورفترارا يغلي غيدو خذين الخدمة. فانشكنا نسي النبي عليه الصلاة والسلام لنا رب العالمين يعاود كسغيث ما العشاء أميلين الفجر فصار من المغرب إلى الفجر. وهي كذلك يثمع نغد أي نغد تسبين رب العالمين الرحمة الحرج يرفع رب العالمين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يثمع من الميزات والخصائص يفضل عندك فضل رب العالمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم وهدينا إلى خير الأيام. اجعل رب العالمين العيد النوم عندك وتنجمع أسل الجماعة ذين يجعل رب العالمين العيد النوم تنجمع أسل الجماعة بيد الذين أوتوا الكتاب اتقار النبي صلى الله عليه وسلم وذين يجعل أسل رب العالمين أسل السبت نصارى يجعل أسل رب العالمين أسل الحد، ولكن مسلمين يجعل أسل رب العالمين أسل الجماعة. وأسل الجماعة غير جماعة أكن يغيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو خير يوم طلعت فيه الشمس. المخير والسنة يتمع ذنوي ذس الجماعة أمش إند النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ذس أمزوارو أندغي ديولي غديش القاعة اسمي غير تبلغ الحياة مرة ذاك القاعة اسم زوار دي غدي ولا غتيجي ولي دس الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم. شوف يثمى دس الجمعة أنت خلق رب العالمين آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة دس الجمعة أنت يكشم آدم عليه السلام الجنة وفيه أخرج منها دس الجمعة أنت يتوافق آدم عليه السلام إلى الجنة وفيه أهبط إلى الأرض ذس الجماعة عندما يتوتر آدم عليه السلام القاع وفيه مات أس الجماعة عندما يموت آدم عليه السلام وفيه تقوم الساعة
ذس الجمعة أرندث نقر الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هدينا إلى خير الأيام إذ يقدر بالعالمين المخير والسام. كذلك من الميزات الخصائص الفضائل الداء يكفضل رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل هذه الأمة شهداء على بعضها. قالت أنس بن مالك رضي الله عنه إنك لغن نجمع وحيد النبي صلى الله عليه وسلم فعدد يوث الجنازة فأثنوا عليها خيرا. الجنازة هذا فلاسي كيس الخير، هذا فلاسي كيس الخير الفلاني النيو يذكر فيكس الخير ذو العبد العالية ذو العبدين العبدين أثار العباد العبدين نريد صوتار العباد العبدين يتحفظ في الزاليتيس العبدين يتسهون في الغشي يتخمين في مغبان في الفقراء والناس شو مسجان دين العالي يهضرون في الناس فأثنوا عليها خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم وجبت عاود نقيم من كرام السوايا تعدد يوث الجنازة غيد فأثنوا عليها شرا. هذا فلس الشر الفلانية مرة ذكر أذر جاريس مرة ذكر أذوغيث ماس مرة ذكر أنا قد يري بردان يري شغالات أثنوا عليها شرا. فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. فالصحابة رضوان الله عليهم بغن يعني الفهم شو المعنى وجبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التي أثنيتم عليها خيرا وجبت عليه الجنة. صحابنا الحومة مرة صحابه كارتي مرة شاهدون في الفلانية النوذ العبد العالية ما رذكر المرة غير شاهدون في اللات ذي ند النبي عليه الصلاة والسلام وجب في الناس الجنة وجبت عليها الجنة والتي أثنيتم عليها شرا وجبت عليه النار. الفلانية كارتي مرة شاهدون في الناس العبد نديري بل اسمه يموت تنازيز كارتي ندينا تنازيز الحمى ندينا يهطرف الناس أنا قال ذين ديري وين النبي عليه الصلاة والسلام وجبت عليه النار. ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. الشهادية ارتفكرا رب العالمين الأمم يعدنا نقري أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أكيان يتماغن سكير ديمان شران الخصائص الميزات أمشي خفة الله رب العالمين في الأمم يعدنا مرة مع أنه غين غير نساعدية كي يعني من المحن والذل وإلى آخره. ومع ذلك النغضي يفمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تمرر أتهلك أتغليق ولكن يثمع أثم مثلا أديسيون واسعندا أرتفت أنت رتسرد المجد ينس أنت رتسرد الكرام ينس. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.